والآن مع شاعر الوطن سعيد بن زهرة وهذه القصيدة. ركب الليل اشتغل ولع لك الطبل نوره اشتغل ما طفي نوره بالنهار وبالظلام كاميرته تلتقط في شاشات الطبل صورة تلتقط من خلفه وايضا من يمين ومن الامام اللي داخل راعيه بالديوان ما يمنع عبوره وكثار الحراس اذا شافوه يعطونه سلامي وعلي من ما هي بتقدر تشتري منهم عذوره غالي ما تشتري الا السلاطين العظامي كل من شافه ثمانين ياخذ به دوره جبلك زدناها وبيوك ولا 60 عامي نصها اللي من باع طول البطا ودين زوره شيخكم من شيوخ تنعرف وقت الزحامي ابن زايد يفتخر به سمع المأموره تفتخر به عطان وحلفهم صبيان يامي من بين هاجرها للفتاة فضيق بخبوره من بلد الشيخ بن ثاني للطول التهامي قبل ما تحكم على العليا وحكم اخوان نوره في السنين اللي بها خوف ولا فيها نظامي كل يوم في صباح وفيها جذوب بشوره والبنادق في دهرها والدغيره والحزامي وابن زايد جدد الماضي وبان اليوم دوره من خيار ابن بيض من اللي تضيم ولا تضامي ترتخي روس العيدا منه لمنه دق زوره الزعيم ابن المطوع ما كل النسبه الاسامي منصبه ما غيره والمال ما زود غروره يتميز بالتواضع والثقه بين الانام لعاط المليون من يده تعذر عن قصوره يعتذر عن كلها طبع الكريم ابن الكرامي قال له اللي يصهر الابيات من صادق شعوره مثل صخر بيوت ابن والسمع وبيوت الزلامي ما يبين الشاعر الا بمواقيت الضروره وسمح من كثره الشعر والله ما ينامي سدرة الشعر الحقيقي تالي الوقت مهجوره يوم كلم في مجال الشعر علق له سامي وين شعر يتعب السباح في غبة بحوره السباح والعارض والشعر يبقى له محامي.